ولاء. اهلا يا ميار. طيب انا بيتقال ان انا عدوة الرجال، ايه اللي جابك عندي النهارده؟ وانا حبيبه الستات، يعني انا مش حبيبتهم؟ وانتي بقى بالعلم والتربيه الحديثه وطول النهار فيديوهات شايفه ان الستات تتجوز في سن كام سنه؟ لما هم يقرروا يتجوزوا. لا طبعا في سن يتجوزوا فيه. ده مين اللي حط ان لازم يبقى فيه سن نتجوز فيه؟ احنا شايفين كده. طب ايه شايفه السن الامثل؟ من 22 سنه بعد ما تخلص تعليمها. طب ومستقبلها؟ ما خلاص خلصت. إيه؟ مش خلصت الجامعه؟ تشتغل بعد الجامعه؟ يجي بعد الجواز. ليه ما يبقاش لما البنت هي اللي تقرر اتجوز امتى؟ وقطر الجواز يفوتها؟ ولسه في حد في 2022 بيقول قطر جواز؟ اتربينا عليه وطلعنا عليه. البنت بتتجوز بعد ما تخلص تعليم على طول، والشغل يجي بعد كده. قديم قوي يا ولاء الجو ده، انا مش موافقه على اللي انت بتقوليه. البنات كلها هتوافقني انا، مش هتوافقك انت. هتوافقك انت ليه؟ ما هي البنت هي اللي لازم تقرر وتختار، مش حد اللي يحطها. هي البنات بتتخطب في الجامعه وتخلص الجامعه تتجوز على طول، ده اللي احنا عارفينه. هنسمع راي الناس وهنشوف، وهتلاقي كله هيأيدني انا، لان وجود الراجل مهم. مش هنفضل نقول طول حياتنا وجود الراجل مش مهم. مهم في ايه؟ قولي لي مهم في 1 2 3. هو الامان، هو الونس. يعني انت لما تكبري في السن وانت ما اتجوزتيش هتقعدي بوزك في بوز الحيطه؟ يا ساتر يا رب، في ايه؟ طيب تمام. في حاجات في حياه البني ادم يعملها. بتشتغلي، بتخرجي، بتتفسحي، بتصيفي، وبعد كده بترجعي في البيت قاعده مستنيه العريس. ما انا برجع تعبانه من اللف ده كله، انام بقى واكل وكده. ايه ده؟ ولو جالك بقى العريس لو حد واللي قلبك دقله؟ اي اديك قلتيها، لما يجي لي العريس واللي قلبي يدق هتفضيله له مكان. واللي قلبي يدق له ايوه يكون مناسب. ايوه، ساعتها أقول يعني تمام. وجود الراجل مهم. جود لك يا شباب. جايه لك يا طنط. بصي يا ولاء، بكل هدوء كده، انا شايفه ان الجواز ليه علاقه بان انا الاقي شخص مناسب في وقت مناسب، في مشاعر اتحركت ناحيته، ساعتها اقرر اتجوز. مش علشان انا بقيت 20 ولا 22 ولا 30 ولا كبرت اضطر ساعتها اكمل حياتي في حياه انا مش مبسوطه فيها. في ناس بقى بتعمل كده وفي الاخر بيفشلوا، لانهم بيفكروا بقلبهم مش بعقلهم. الجواز المناسب بالنسبه لك ان انت تاخدي واحد بتحبيه وتيجي بعد كده ما تعرفيش تعيشي معاه ومناسب، وبعد كده ما تعرفيش تعيشي معاه وتتطلقي. مين اللي قالك؟ ما انا بقولك بحبه ومناسب. بعد الجواز الحب بيروح، بيبقى في حاجه اسمها عشره بقى، مفيش حاجه اسمها حب. انا اتعودت عليه وهو اتعود عليا، في بيت، في عيال بنأسسهم. هو ليه طبع انا مضطره اني اقبله، وانا ليا طبع هو مضطر انه يقبله عشان نعيش. طب ماشي يا حبيبتي، ما انا لو مختاره صح من البدايه، مش علشان انا لازم اتجوز في سن معين فساعتها هتقبله واحبه، لان انا اصلا بحبه. هقول لك برضو كل العيوب والمشاكل دي قبل الجواز مفيش مشكله اتقبلها على فكره. قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجه. ايه اللي هيحصل قبل من بعد يعني؟ قبل الجواز مفيش حد في التاني بيظهر للتاني حقيقته. بعد الجواز كله بيظهر للتاني حقيقته. انا المفروض في سن ال 22 ده انا شخصيتي بتبتدي تتكون، او هي اوريدي اتكونت، بس بواجه خبرات بقى عمليه في حياتي بعد الجامعه. ما هو انت على ما توصلي بقى وتخلصي في ال 30 في ال 32 اللي هيجي لك واحد في الاربعينات. فين حياتك انت وهو كشباب مع بعض عشتوها؟ مش مشكله على فكره، ما انا شبابي ده عشته، وانت ليه حاسه ان انا شبابي ده رميته على الارض؟ ما اترماش على الارض على فكره. طب قولي لي يا ولاء، ايه الكتالوج اللي انا الاقي بيه ابن الحلال بدري؟ في بنات كل ما يجي لها عريس وهي عندها مثلا 20 سنه، لا مش دلوقتي، لا لسه بدري، لا لما اخلص سنه بتجر سنه بتجر سنه. مش عايزه افاجئك، الرجاله اللي بقت بتطفش. من مين؟ من الستات. هما بقوا طبعهم وحش كده الستات؟ لا خالص والله بتطفش. امال ايه؟ اول ما تقول لها تعالي كلم بابا بيطفش على طول. قولي لنا نعمل ايه؟ يعني ايه تعملي ايه؟ تفضلي فاتحه الدنيا، كل ما يجي لك عريس شوفيه، اقعدي معاه، اتكلمي معاه وارفضي، لكن ما ترفضيش يعني انتوا تفضلوا على اصل انا عايزه طول حياتكم اخرج، اصل انا عايزه اصيف، اصل انا نفسي اشتغل واروح واجي. نفضل طول حياتنا معلش قايلين لنا لازم تقفلوا على نفسكم الباب، ما تتكلموش مع حد، ما تتعرفوش على حد. لو جه حد قال لكم الاهل نظرتهم اتغيرت. لا الاهل نظرتهم بعد ما اكبر بقى وطموحك فيا ما تحققش، تقولي لي ساعتها بقى تنازلي وافتحي الباب وهزري. البنات كلها دلوقتي عايزه تخلص وتنطلق وبعد كده الجواز يجي بعدين. طب ما قشطه على فكره، مش ناقصنا حاجه. انا ضد ده. بعد كل بقى الشغب اللي احنا عملناه ده، تحبوا قابل القروبه تاني ولا لا؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات راي اللي صح ولا راي ميار. البنات تتجوز في سن كام سنه؟